الطرق تؤدي إلى البرازيل إنه الشعار الأبرز في الجزائر هذه الأيام التي يستعد فيها محاربو الصحراء للمواجهة التاريخية ضد بوركينا فاسو في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال. جماهير الخضر الوفية للألوان الوطنية سيكون لها دور فاعل في صنع مجد جديد للكرة الجزائرية بالوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا والرابعة في التاريخ. فبالأمس القريب أكد جموع المشجعين حضورهم المميز في أم درمان، وها هي اليوم تقف على مرمى حجر من موعد البليدة الحاسم للشد من أزر لاعبي حليلوزيتش بعدما فعلت ذلك وأكثر في عهد سعدان. من وغادوغو بدأ الأمل الكبير، ويوم الثلاثاء سيتكون موقعة الحسم في مصطفى تشاكر بعد أن بات الحلم أقرب للواقع من أي وقت مضى. لو أخبرني أحدهم قبل 29 شهرا، أعني منذ الشهر السابع للعام 2011، بأن الجزائر سوف تكون في مكان قد يؤهلها للعب في كأس العالم لما صدقت ذلك. خسارة الخضر مباراة وغادوغو بفارق هدف جعل من لقاء الرد مفصليا في رحلة التأهل، لأن الفوز بهدف واحد سيمكن الخضر من تحقيق مبتغاهم أمام منافس متطور سيلعب كل أوراقه لتسجيل حضوره للمرة الأولى في المشهد المونديالي، وهي المهمة التي يدركها جيدا المدرب حليلوزيتش باعتبارها تلعب مرة كل 4 سنوات. نحن نستعد للعب مواجهة تاريخية لأنها مواجهة لا تلعب إلا كل 4 سنوات. المنتخب الجزائري الذي دخل في معسكر مغلق في مجمع سيدي موسى للمنتخبات الوطنية يعد العدة للموقعة المرتقبة، آخذا في الحسبان مكامن القوة والضعف التشكيلة البوركينابية الفائزة على أرضها في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر للانتصار في مواجهة الرد مدعومة بجماهيرها الوفية دائما. إنني أنتظر تشجيعا كاملا من الجماهير الجزائرية للاعبين حتى وإن لم نبدأ المباراة بطريقة جيدة، لأن هذا الأمر مهم بالنسبة للدافع النفسي، وهو ما سيحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. بعد خسارة